الأول طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبنا متابعينا من كل مكان، معكم مستر رضوان البطوري من قناتكم المميزة قناة إكس ماس، قناة التميز والإبداع. النهارده إن شاء الله هنتكلم مع طلبة جريد 3. النهارده إن شاء الله عندنا أول درس عندنا في المنهج من الدروس المهمة أوي يا جماعة، من الدروس الجميلة. عشان كده احنا قلنا وعملنا يا جماعة، قلنا إن احنا شغالين مع ولي الأمر مرحلة تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، جريد 2 جريد 3، عشان خاطر نتعلم مع بعض ونراجع بعض ونذكر بعض ونفتكر مع بعض معلومات قديمه هتساعد ابنك في حياته وفي مستقبله، هتساعده كتير في ماده الماس اللي هي بالنسبه له ماده رخمه وماده صعبه، وهي كانت بالنسبه لناس كتير كده الا من رحم ربي. طبعا في ناس بالنسبه لها دي ماده ممتازه، وهي دي رسالتنا ان احنا عايزين نخلي الماده ديت بامر الله اسهل حاجه للناس كلها، الناس كلها تتعلم وتتميز وتتفوق في ماده الماس. وطبعا لو انت لسه ما اشتركتش انزل دلوقتي اشترك في القناه. النهارده ان شاء الله بنتكلم عن حاجه اسمها associative property of multiplication and distributive property of multiplication. ده الدرس الاولاني عندنا، الدرس الاولاني lesson 1 و lesson 2. انا بتكلم يا جماعه بالنسبه لجريد 3، يبقى المنهج بتاعنا احنا بنتكلم lesson 1 و 2. تعالى ما نتكلم عليهم بكل بساطه بكل شياكه. تعالى ما نشوف هما بيتكلموا عن ايه. هما يكلموني عن حاجه اسمها properties of multiplication، يعني هيتكلم على خواص عمليه الضرب. خواص عمليه الضرب. طبعا الناس تعذرني لو احنا بنتكلم جزء برضو من الحصه باللغه العربيه، ولكن برضو عشان خاطر ولي الامر اللي احنا بنتابع معاه مش كله هيبقى فاهم انجليش ممتاز، لكن احنا برضو كلنا بنفهم عربي ممتاز لان احنا عرب. فعشان كده انا بدخل لك الجزئيه ديت، ولكن مع الوقت مستوانا هيرتفع، هنشتغل باي انجلش، جاست باي انجلش، بس بالانجليزي بس بالنسبه للناس اللي بتتكلم او الناس اللي بنشرح لها ماده الماس. طيب احنا كنا بنقول ان عمليه المالتيبليكيشن، عمليه التايم، عمليه الضرب، العمليه ديت هاز بروبرتيز، ليها خواص او ليها مميزات. طب ايه الخواص والمميزات بتاعتها؟ على فكره قبل كده في السنوات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن خاصيه من اهم الخواص اللي احنا كنا بندرسها في عمليه المالتيبليكيشن، والخاصيه بتاعتنا كانت خاصيه اسمها كوميوتيتيف بروبرتي. دي خاصيه قديمه انا مش فاكرها يا مستر، تعالى مفكرك بيها. لما انا قلت لك هو 2 تايم 4 هتديني كام؟ واحد قال لي 8، كلام مظبوط. طب لو احنا قلنا 4 تايم 2 هتدينا كام؟ ما هي 8 برضو يا مستر. يبقى ايه اللي احنا عملناه هنا او ايه الملاحظ هنا؟ عملنا حاجه اسمها خاصيه الابدال. يبقى اللي حصل هنا حصل خاصيه ابدال. زي ما انت شايف انا بدلت، ولما بدلت اديتني نفس النتيجه. الميزه ديت او الخاصيه ديت موجوده عند عمليه الضرب المالتيبليكيشن، موجود عندهم الميزه دي او الخاصيه دي ان انا ممكن ابدل في عمليه المالتيبليكيشن عادي، والناتج هيبقى هو البرودكت بتاعنا، الناتج بتاعنا هيبقى هو، ولذلك يبقى انا خدت اول خاصيه، ودي كانت خاصيه قديمه كانت اسمها خاصيه كوميوتيتيف بروبرتي. يبقى اول خاصيه بنتكلم عنها كوميوتيتيف بروبرتي، ودي خاصيه قديمه. ازاي ان احنا بنبدل؟ لو عندي حاجتين ممكن ابدلهم طالما العلاقه اللي ما بينهم مالتيبلاي او العلاقه اللي ما بينهم تايم، وبالتالي يبقى الناتج واحد، وبالتالي دي كانت خاصيه تنفع معايا في المالتيبليكيشن. النهارده بقى اللي احنا عايزين ندرسه في الدرس الاولاني والثاني خاصيتين تاني عند المالتيبليكيشن، عنده خاصيتين تاني، يعني تو بروبرتيز، انذر تو بروبرتيز. تعال اما نشوف الفيرست بروبرتي عندنا حاجه اسمها اسوشيتيف بروبرتي اوف مالتيبليكيشن. والطالب اللي بيسالني كلمه اسوشيتيف ديت معناها ايه؟ الطالب اللي عايز يعرف معناها كلمه اسوشيتيف ديت معناها الدمج. طب هو يعني ايه يا مستر اصلا كلمه دمج بالعربي؟ انا مش فاهم يعني ايه كلمه دمج. خلي بالك من حاجه، بيجيب لي المساله بالشكل دوت زي ما حضرتك شايف، يقول لي 2 تايم 3 تايم 4. عزيزي المشاهد ماذا تلاحظ؟ الملاحظ ان هو هنا جايب لي 3 نمبرز اور 3 ديجيتس، جايب 3 حاجات هنضربهم في بعض، مش حاجتين بس. هنا احنا بنشتغل بالاسوشيتيف اللي هو الدمج. يعني ايه دمج؟ زي ما انا بقول لك اهو دلوقتي، يعني كنت ممكن نعمل كالاتي. طبعا سوليوشن، بنكتب الاجابه بتاعتنا. طبعا عود نفسك ان شاء الله من دلوقتي وطول ما احنا شغالين مع بعض على القناه بتاعتنا الممتازه اللي هتخليك متميز بامر الله في ماده الماس. انت دايما معاك كشكولك الجميل، الكشكول ده بتاع الحصه، عارف مواعيدك اللي هو زي النهارده ان شاء الله اجمد حصه ان شاء الله، والافضل سيشن ان شاء الله الساعه 7 كل يوم الساعه 7، او اليوم بتاعك جدولك اللي هو يوم الاحد الساعه 7. يبقى انت معاك النوت بوك بتاعتك او معاك كشكولك اللي بنشتغل بيه، لان انت بتشتغل معاه بالورقه والقلم، ودي اهم حاجه عندنا في ماده الماس.
وبالعكس ده ركن اساسي مهم جدا ان انا اشتغل بالورقه والقلم. وعلى فكره الطالب اللي ما بيشتغلش بالورقه والقلم عمره ما هيبقى متميز في ماده الماس، وهي دي احد اسرار الماده دي، ولذلك احنا بنشتغل بالورقه والقلم. كشكولك يلا معايا، تعالى اما نشوف السوليوشن، تعالى اما نشوف الاجابه بتاعتنا، يا ترى احنا ممكن نجاوب ازاي، او يا ترى اجاباتنا ممكن تكون ايه. انت يا مستر بناء على الكلام اللي حضرتك لسه قايله حالا، حضرتك قلت لنا ان احنا طبعا دي يا جماعه كوميوتيتيف، الناس اللي بتكتب لو في حاجه انت مش واخد بالك منها، حاجه انت مش عارفها، حاجه ممكن تعمل تستوب وتاخد سكرين شوت للبورد، وممكن كمان حضرتك تكتب الكلمات ديت وتحفظها، لان احنا دايما محتاجينها، بتيجي معايا في الكويشنز بتاعتي، بتيجي معايا في التايتلز بتاعتي. لازم ابقى عارف الحاجات دي عشان اقدر اجاوب او اقدر احل او اقدر اتعرف السؤال بتاعي عايز ايه واشتغل ازاي. نرجع تاني بقى لمسالتنا بسرعه. حضرتك كنت بتقول لي يا مستر احنا هنا هنطبق خاصيه، والخاصيه بتاعتنا اسمها اسوشيتيف، يبقى انا كده بشتغل اسوشيتيف يا جماعه. طيب اسوشيتيف ديت يا مستر معلش انا اصلا مش فاهم معناها ايه، معناها دمج، ما انا اصلا يا مستر مش فاهم يعني ايه دمج، ما انا بقول لك اهو بروبرتي، يبقى احنا كده بنتكلم على الاسوشيتيف بروبرتي، وكلمه اسوشيتيف بروبرتي معناها خاصيه الدمج، وكلمه الدمج ديت معناها ان انت تاخد حاجتين مع بعض والناتج اللي يطلع تعمل له تايم بعد كده مع الحاجه الثالثه. ازاي يعني يا مستر؟ يعني كنت ممكن اخد ال2 مع ال3، يبقى انا اقول له 2 تايم 3 اخدهم مع بعض جوه تيبل كده، او جوه بتوين تو براكتس زي ما حضرتك شايف، واللي هيطلع كان فاضل لي مين؟ الفور، اعمل له تايم للفور. واحد بيقول لي هو كان لازم اخد ال2 مع ال3، ما كانش ينفع اخد ال2 مع ال4، من حقك اهو ادي ال4 تايم 2 اهو. واحد بيقول لي ايه ده انت كتبت الفور الاول؟ ما احنا بنشتغل برضو بالكوميوتيتيف، لازم اشغل دماغي وادرب نفسي فور ايفر بطريقه مستمره، مور براكتس اند مور تريننج، هو دوت اللي هيخليني متميز في الماده بتاعتنا. صليت على النبي. طيب تعالى كده اما نكمل، ادينا خدنا الفور وخدنا التو، اتبقى لك مين؟ اتبقى لك ال3. طيب انت بتقول لي بطريقه ثالثه ازاي يا مستر؟ ما خلاص ال2 جت مره مع ال3 وبعد كده كتبنا الفور، وبعد كده الفور جت مره مع ال2 وبعد كده كتبنا ال3. امال ايه ده؟ هو فاضل ايه؟ هو مين اللي لسه ما جاش مع بعضه؟ ركز انت كده، اديك فرصه تقول لي. متميز. الطالب اللي قال لي ال3 ما جاتش مع الفور ده طالب متميز، يبقى ال3 تايم 4 واللي بيطلع بعمل له تايم 2، لان هم دوت الارقام بتاعتنا، او هو دولت الارقام اللي موجوده عندي. وخلي بالك اللي انا عملته كده عملت اسوشيتيف، الاجابه دي صح والاجابه دي صح والاجابه دي صح، الثلاث اجابات دول صح، اجابه سليمه، من حقك ان انت تجاوب باي شكل من الاشكال ديت. يبقى معنى كده اول بروبرتي بندرسها حاجه اسمها اسوشيتيف، والهدف من الاسوشيتيف او الغايه من الاسوشيتيف ان بدل ما هم مور ذان تو، بدل ما هم اكتر من حاجتين، كنت ممكن اجمع كل حاجتين مع بعض وابتدي احطهم جوه براكت عندي وابدا اشتغل. يبقى كان ينفع ناخد ال2 مع ال4، وكان ينفع ناخد ال2 مع ال3، وكان ينفع ناخد ال3 مع ال4، ويبقى كده انا اشتغلت بالاسوشيتيف. والاسوشيتيف من الخواص بتاعتنا المتميزه، خاصيه جميله بنشتغل بيها. الكلام دوت لو انت ملاحظ، لو هو مديني more than two numbers، عندي اكتر من عددين، ولذلك اشتغلت بالشكل دوت. طيب عايزين ناخد واحده كمان نتدرب عليها مع بعض. تعالى كده بص معايا، هناخد واحده نتدرب عليها مع بعض. يلا بينا يا مستر، يلا بينا نتدرب عليها مع بعض. لو انا قلت لك فور مساله تانية يا جماعه، الناس اللي بتسالني اهو معايا بالورقه والقلم، لو احنا جينا قلنا مثلا فور اكزامبل، قلنا 4 تايم 5 تايم 6، تعال اما نحل مع بعض. الاجابه بتاعتي اهو، ايه الكلمه انت بتكتبها دي؟ سوليوشن. طبعا كلمه سوليوشن يا جماعه معناها الحل، الحل. طيب احنا هنا عايزين نحل ازاي؟ واحد بيقول انا ممكن احل بطريقه يا مستر، اتفضل ابدا الطريقه بتاعتك. واحد بيقول لي يا مستر انا ممكن احل بطريقه اهي، الطريقه بتاعتي اهي يا مستر، ان انا اخد الفور مع الفايف ودول في الاول كده مع بعض، 4 تايم 5 على طول. وطبعا زي ما حضرتك شايف يا مستر اللي هيطلع هقول له تايم 6، لان هي ديت الاجابه. اللي هي تديني كام ماشي ده موضوع تاني، نعرف البرودكت او نعرف الفاينل ريزلت، الناتج النهائي بتاعنا، بس سيبك من القصه دي دلوقتي، خلينا نكمل شغلنا مع بعض. خلاص يبقى انا كده خدت الفور مع الفايف واللي طلع مع بعد كده مع ال6. واحد بيقول لي تاني قال لي لا انا هاخد الفور مع ال6، صح كده ممتاز، واللي هيتبقى في الاخر هيبقى تايم 5 برضه متميز. يبقى انا كده برضه اشتغلت بشكل تاني، من حقك، ده اسمه اسوشيتيف، ده اسوشيتيف. يبقى لحد دلوقتي احنا بنشتغل
بروبرتي او نيو بروبرتي تخص المالتيبليكيشن اللي هي اسمها اسوشيتيف بروبرتي، وهو دوت اللي احنا شغالين بيه. طب انا خدت الفور مره مع الفايف وخدت الفور مره مع السكس. عزيزي المشاهد ماذا تلاحظ؟ مين اللي لسه ما جوش مع بعض؟ واحد قال لي الفايف والسكس متميز، صح، يبقى 5 تايم 6 واللي هيطلع في الاخر هنقول له تايم 4، وبالتالي يبقى انا كده اشتغلت باول خاصيه. عايزك تدرب نفسك كتير، تشتغل على الجزئيه دي كتير، تشتغل اعداد كتير. هتحل طبعا الاجابات اللي موجوده على المعاصر وهتبعتها لنا طبعا على صفحتنا او هتبعتها لنا على اللينكات اللي هتبقى موجوده عندك ان شاء الله عندك في الشاشه، عشان خاطر نتابع مع بعض ونبقى عارفين اجاباتنا الصح واجاباتنا الغلط. تعالى كده اما نبتدي نتنقل لفكره تانيه ونتكلم في جزئيه تانيه الا وهي خاصيه ديستريبيوشن. طيب هو يعني ايه يا مستر الديستريبيوشن؟ تعال اما نفهم يعني ايه كلمه ديستريبيوشن. عامه كلمه او ديستريبيوتيف اللي هي اصلا معناها خاصيه التوزيع. يعني ايه توزيع؟ تعال اما نشوف الحكايه ديت، وتعال اما نفهم الحكايه ديت، وتعال اما نتدرب عليها اكتر. يلا بسرعه تعال ركز معايا، بص معايا كده. بص معايا في الجزئيه هنا كده. دلوقتي انا لو جيت سألت حضرتك سؤال وقلت لك انا عايز اعرف 4 تايم 12، خلي بالك واحد بيقول لي ما انا حافظها 48 حافظها. لا انا ما بتكلمش عن الناس اللي حافظها، وبتكلم ازاي ان احنا نقدر نطبق خاصيه عندنا اللي احنا عايزين نتكلم عنها اللي هي اسمها ديستريبيوتيف. ازاي هطبق هنا الديستريبيوتيف؟ مبدئيا انا عندي التو نمبرز اللي حضرتك شايفهم دولت، واحد فيهم جريتر ذان التاني، واحد فيهم اكبر من التاني. تعال احنا بنروح للكبير، يبقى دايما الصغير ده في الاول انا هسيبه زي ما هو، ادي الفور تايم، افتح لي براكت. التاني ده كان 12، ما ينفعش ناخد ال 12 ديت ونقسمها نفككها بحيث ان هي تبقى سهله علينا في عمليه التايم. يعني لو انا خليتها 10 مع حاجه تاني يبقى هتبقى سهله عليا، لان ال 10 دايما في عمليه المالتيبليكيشن سهله. اما باجي اعمل تايم 10 اي حاجه في الدنيا تايم 10 بشيل الزيرو بنزل الحاجه وبعد كده بنزل الزيرو تاني. يعني 5 تايم 10 يدينا 50، يعني 11 تايم 10 بيدينا 110، لو قلنا 9 تايم 10 يدينا 90، لو قلنا 7 تايم 10 يدينا 70. ولذلك انا بقرب القصه لموضوع ال10 عشان ال10 اسهل لي. يبقى انا جيت هنا على ال12، ال12 ديت هتلاحظ ان هي بتتكون من وانس وتنس. خد لي التنس خليها 10 اهي، بلس نزل لي الوانس اللي هنا. انا كده خلصت؟ لا، انا يا دوبك اول حاجه عملتها عملت ان انا فككت ال12. انت كده وزعت يا مستر، عملت الديستريبيوتيف او الديستريبيوشن. لا ما حصلش، انا لسه ما وزعتش، انا يا دوبك بس فككتها. تعالى بعد كده اما نوزع. طب ايه قصه التوزيع عشان دايما بنساها؟ بالمناسبه حبايبنا اللي بينسوا موضوع التوزيع، عايز احكي لك حكايه، قصه جميله كده هتخليك دايما عمرك ما تنسى موضوع التوزيع وازاي تشتغل ديستريبيوتيف، يبقى شغال الديستريبيوتيف صح. انت عارف احنا داخلين على شهر رمضان، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بصحة وبخير وبسعادة، وربنا ينصر إخواتنا إن شاء الله في غزة بأمر الله، وينصرنا بإذن الله في كل مكان، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بالمناسبة انت بعد رمضان ان شاء الله بيخش عليك العيد، انت في يوم من الايام او في العيد خدت بعضك اللي هو انت اهو ورحت عند بيت جده. طبعا جده موجود وتيتا موجوده وكله موجود. اول حاجه هتخش هتسلم على جده طبعا وهتقول له كل سنه وانت طيب يا جده، ودي الاخلاق وده اللي انا لازم اعمله عشان اؤجر على ده، اخد حسنات على ده، ومش بس ده انا هاخد حسنات وهاخد فلوس كمان. طيب يبقى معنى كده ان انت هتخش في الاول. ايوه يبقى احنا كده بدانا، طالما كتبنا بالبلو اهو يا جماعه يبقى احنا كده بدانا خلاص نحل على طول بالديستريبيوتيف. ازاي اطبق الخاصيه بتاعتنا؟ يبقى انا هكتب عندي اهو يا جماعه الناس اللي بتسال اهو، يبقى احنا هنا بنتكلم على خاصيه اسمها ديستريبيوتيف. يبقى انا هنا بتكلم في الديستريبيوتيف يا جماعه عشان الناس اللي بتسال انت كده بتشتغل خاصيه ايه يا مستر؟ اهو الجزء بتاع الديستريبيوتيف، ومن حقك ان انت تعمل سكرين للبورد. وعلى فكره بعد كده ينزل لك على صفحه الفيس مذكرات مجانا تخش بس تاخدها. وعلى فكره برضو نادي على صاحبك في الكومنتات اللي ما كان بالنسبه له الدرس ده صعب، اكتب اسمه كده عشان خاطر يقدر يفهم ويستجيب. تعالى كده اما ناخد، يبقى اول حاجه الفور اخش اعمل لها تايم، يبقى 4 تايم 10، ودي كده اول حاجه يا جماعه.
يبقى ال 4 تايم 10. اول حاجه 4 تايم 10. طيب بعد كده لقيت تيتا، كان لازم اخش اسلم على تيتا برضو، ده عيد كل سنه وانت طيب. يبقى بنزل البلس اللي موجوده عندي اهي، بنزل البلس بتاعتي خلاص كده. يبقى في الاول دخلت سلمت على ال 10 يبقى 4 تايم 10، بعد كده نزلت البلس، بعد كده ال 4 تخش تسلم على ال 2 تبقى اسمها 4 تايم 2 بالظبط كده. تعال اما نكمل مسألتنا هنا في الديستريبيوتيف، لازم اكمل مسألتي للنهايه. 4 تايم 10 بشيل الزيرو، عمليه سهله وبسيطه، وبقول 1 تايم 4 يديني 4 وبنزل الزيرو، يبقى كده بقت اسمها 40. طيب وبعد كده بقول له بلس زي ما احنا ال 4 تايم 2 بيدينا 8. طبعا انا حافظها دي يا مستر. تعالى بعد كده اما نعمل البلس باخد الونس مع الونس، يبقى 8 بلس 0 ايكوال 8، وبعد كده ال 4 وهنا مفيش تنزل، ال 4 تنزل، يعني في الاخر هتبقى اسمها 48. يبقى انا كده اشتغلت بالديستريبيوتيف، عرفت انا عملت ايه بالديستريبيوتيف. عايزك تهدى كده وتصلي على النبي، وهنراجع المساله دي تاني عشان عايزك تفهمها، مهمه قوي الحكايه دي يا جماعه. طيب يبقى احنا بنقول لو احنا عندنا 4 تايم 12 حاجه صغيره وحاجه كبيره، هناخد الصغير على جنب، الكبير دوت هنفككه هنخليه 10 بلس حاجه، ولذلك قلنا هي 12 يبقى 10 بلس 2. بعد كده بدأنا نشتغل بالديستريبيوتيف اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزين نوزع اصلا، يبقى ال 4 تايم 10 بلس ال 4 تايم 2. طب 4 تايم 10 اللي هي ادتني 40، طب و4 تايم 2 ادتني 8. تعالى اما نعمل بلس 40 بلس 8 هتديني 48. وبكده حبايبنا يبقى كده انتهينا من الدرس الاول والثاني. كانوا بيتكلموا على حاجتين مهمين قوي، خاصيتين مهمين جدا، هشتغل بيهم بعد كده في الدروس اللي جايه. طبعا مش هوصيك لازم تتابعنا على طول على القناه عشان خاطر تقدر تعرف دروسك الجايه، دوس على زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. طبعا ان شاء الله لو عايز تتطور بامر الله ومستواك يعلى في ماده الرياضيات او ماده الماس، يبقى على طول هتشترك في القناه. كان معكم مستر رضوان الباطوري من قناتكم المميزه قناه اكس ماس.